نتیجه گیری می باشد. لذا اون چه که انسان را متمایز از دیگر مخلوقات می کند این است که او یک قابلیت‌های عظیمی در درون وجود خود دارد که مؤثر در بقاء سعادتمند انسان است. بالاخره همه میمانند اما نه در دنیا. و ان کان له اول ولكن بإرادة الله سبحانه وتعالى هذا الموجود لا آخر له، ولكن قد يكون حياة الإنسان حياة مقدمية كما في حياة عالم بطن الأم، وقد تكون هذه الحياة حياة تكليفية لأجل الامتحان والاختبار كي يتمكن الإنسان من أن يقدم اختباراته وامتحاناته فيصل بتلك الامتحانات إلى درجة النجاح، وينتقل بعد ذلك إلى الحياة التي خلق من أجلها، وهي حياة الأخرى، حياة القيامة التي سوف ينتقل هذا الإنسان إليها بعد هذه الدنيا. فهو لم يخلق للفناء، وإن انتقل من نشأة إلى أخرى، وانتقاله من نشأة إلى أخرى لا تدل على أنه يفنى. الدنيا فانية بمن فيها وبما فيها، ولكن فناء الدنيا ليس بمعنى أن الموجود الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا أيضا فان، وإنما الموت انتقال من نشأة إلى أخرى. ولذا انسان دارای یک قابلیت‌های روحانی عظیمی است که آن را باید به فعلیت برساند. این چنین نیست که انسان به خودی خود بی حد ذاته بالاتر از دیگران باشه. اگر انسان بخواهد بالاتر از دیگران باشد باید اون قابلیت‌های درونی که خداوند سبحان برای او قرار داده اون را به فعلیت برساند. وگر